في اقل من دقيقه تعالى احكي لك على واحده من اغرب القصص اللي حصل في تاريخ البشريه، اللي حرفيا غيرت مجرى في مجال الطب تحديدا الجهاز الهضمي. يوم 6/6 سنه 1822 جه واحد اسمه اليكسيس سان مارتان ضرب عليه طلقه من مسافه قريبه جدا حوالي 3 قدم. المهم الطلقه دي راحت عامله فتحه في الحته الشمال دي. المهم الطلقه دي راحت دمرت شويه عضلات وكسرت شويه ضلوع وسابت زي فتحه صغيره كده في المعده بتاعته. وده اللي قاله لنا الطبيب المعالج ليه اللي كان اسمه دكتور ويليام بومونت، اللي كان شغال في جيش الولايات المتحده. طبعا دكتور ويليام ده توقع ان الشاب ده مش هيكمل ومش هيقوم، بس الغريب بقى ان اليكسيس ده عاش والجرح فعلا قفل ما عدا الفتحه بتاعت المعده دي. بعد ما الحاله استقرت دكتور ويليام لاحظ حاجه غريبه قوي، لاحظ ان اي حاجه اليكسيس كان بياكلها او بيشربها كانت بتظهر وبتخرج من الفتحه اللي موجوده هنا دي. وساعتها قرر دكتور ويليام انه يعمل شويه تجارب على اليكسيس بالاتفاق معاه طبعا عشان يعرف ايه حوار الهضم ده. وعمل اغرب حاجه ممكن تتخيلها، كان بيجيب حته اكل وكان بيربطها في حبل وكان بينزل حته الاكل دي في المعده بتاعت اليكسيس، بعدها يقوم مطلع حته الاكل دي ويقوم محللها عشان يعرف ايه اللي حصل فيها جوه. ومن هنا بدات رحله الهضم والجهاز الهضمي. لو عجبتك القصه دي انزل اعمل اشتراك او سبسكرايب في القناه وهتلاقي بهاريس كتير قوي.